يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كذا حد بيسألني على الخاص على المشروع بتاعي. عايزة اقول لكم ان انا بشتغل المشروع ده انا وجوزي من البيت بس بعد الشغل بتاعنا، يعني الشغل ده مش اساسي لحد عنده بلات وعنده ايجارات وحاجات زي كده، على الاقل مبدئيا في الاول. يعني احنا شغالين فيه بجانب الشغل بتاعنا لحد بقى ما ينتشر اكتر ويجيلنا اوردرات اكتر، اقدر بقى ان انا اتفرغ له ويكون هو ده مصدر مثلا دخل للبيت. يعني انا كنت شغالة سب تيتشر، ولما المدارس خلاص وقفت علشان الاجازات بدأت ادور على شغل تاني. عايزة اقول لكم ان اثناء ما انا كنت شغالة سب تيتشر كنت باخد ايام نص يوم او يوم كامل وحاجات زي كده، وبجانب ده برضو كنا بنطلع مثلا امازون فليكس مرة او مرتين في الاسبوع. كنت بطلع اوبر ايت في الايام اللي ما عنديش فيها مدرسة. فالدنيا هنا في امريكا مش الواحد يعمل مشروع ويقعد جنبه وخلاص، لازم تشتغلوا جنبه شغل تاني علشان عقبال ما تتعرفوا في الشغل ده وعقبال ما يجيلكوا اوردرات كتير ويكون هو ده مصدر الدخل بتاعكوا. ما تفضلوش قاعدين بس حاطين ايدكوا على خدكوا وساكتين. برغم ان انا بشتغل كل حاجة في الشغل ده، تصوير وشغل وكل حاجة، وكمان انا اللي بسوق لنفسي على الفيسبوك وعلى اوفر اب وعلى كل الابليكيشنز اللي انا اقدر ابيع عليها، لكن كل ده بجانب الشغل، مونتاج الصور وكمان مونتاج الفيديوز اللي بعملها، وكمان الحاجات اللي بتجيني ما بتجينيش كويسة انا بعمل الجودة بتاعتها وبشتغل على الابليكيشن، على برامج على اللابتوب، برامج كتير مش برنامج واحد. فالموضوع عايز شغل كتير. نرجع بقى لكلامنا، لو انتي قاعدة في البيت ومش قادرة تطلعي شغل بره علشان خاطر اولادك او عشان خاطر ظروف في بيتك، تقدري عادي تبدأي الشغل ده وتكوني متفرغة له تماما. لو انتي عايزة تسيبي شغلك اللي شغالاه علشان تتفرغي للشغل ده، انصحك ما تعمليش كده. زي ما قلتلك دي حاجة جانبية جانب الشغل بتاعك. يعني انا جوزي الحمد لله شغله حلو قوي والسالري بتاعه كويس قوي، بس بجانب كده انا بحب اشتغل، بحب اتنوع في شغلي، بحب ان انا اكون ناجحة في حاجة معينة. فانا السب تيتشر ده اساسي بالنسبة لي عشان حباها. جانبا الحاجات دي لما بعملها وبطلعها بشكل كويس ببقى مبسوطة قوي بيها، وخصوصا لما الكاستمر نفسهم يكونوا مبسوطين بالحاجة دي، حاجة بتبسطني. وبعدين حاجة بطلع فيها يعني زي ما بيقولوا روح الفنان اللي جوايا، وكمان بتعلم حاجات جديدة. الناس بقى اللي بتسألني اتعلمت الحاجات دي ازاي او جبتيها منين والكلام ده كله، عايزة اقولك ان احنا اول ما بدأنا فكرنا في المشروع جبنا الحاجات دي على السريع. بدأنا نتعلم في حاجات كان عندنا بيزك فيها زي البرامج فوتوشوب وحاجات زي كده نقدر نعمل عليها تعديل للصور، نقدر نعمل حاجات كتير عليه. فلازم يكون عندكم خبرة شوية في الكمبيوتر في البرامج تعديل الصور، وكمان مع السيرش بقى والفيديو سمعنا فيديوهات كتير، لان كل الحاجات اللي احنا بادئين فيها واشتغلنا فيها احنا فتحنا مجال في شغل كتير. يعني بنشتغل على مجات، على كوباية المية الكبيرة وازايز المية، بنشتغل على الكريكت اللي هي بتقطع الورق وتعمل اسماء وحاجات زي كده او تعمل كتابة، بشتغل على سبليميشن، على دي تي اف، بشتغل على حاجات كتير. جوزي بقى عنده المجال اللي هو بيشتغل فيه وانا بشتغل معاه فيه، الانجريفنج اللي هو الحفر على الخشب، حفر على المعدن، كل حاجة من دول ليها برنامج خاص ليها، مش برنامج واحد بيعمل كل دول. مش مثلا حد يبعت لنا الديزاين خلاص بنحطه على المكنة ويشتغل، لا ده انتوا بتعملوا ديزاين من اول حاجة لحد اخر حاجة لحد ما تخلصوه، وبعدين تعملوه بقى، تبدأوا ان انتوا تعملوه. غير بقى الريزن اللي انا دخلته برضو في الشغل شغالة عليه. مش عايزة اقولكوا ان احنا خلاص كل حاجة اتعلمناها، ولا كل حاجة احنا كده غمضنا علينا وفتحناها لقينا الاجهزة وتعلمنا وبدأنا واشتغلنا وعملنا، لا خالص. كل الحاجات اللي انتوا بتشوفوها حاليا دي دلوقتي كان وراها حاجات بنغلط فيها كتير، في غلطات كتير غلطناها، في حاجات باظت مننا، في ماتيريالز كتير باظت مننا. فعلشان تتعلموا لازم تغلطوا وتعملوا سيرش، تسمعوا فيديوهات، تشوفوا الغلطة اللي انا عملتها دي ايه اللي حصل عشان يحصل الغلطة دي، فاهمين؟ علشان اطلع الحاجة بيرفكت زي ما انا بطلعها دلوقتي واخلصها في ثانية. يعني لو حد بعتلي مج، بعتلي بازل، بعتلي اي كي تشينز اللي هي ميدالية مفاتيح، اي حاجة هم عايزينها في ثانية بنقدر نعملها حاليا. ده نتيجة ايه؟ نتيجة تعب، نتيجة فيديوهات سمعناها، نتيجة اخطاء، نتيجة تجارب قعدنا بقى كل واحد يمسك جزء معين في الشغل يشتغل عليه ويسمع له ويشوف له برامج. انا عشان جوزي نجار وبيفهم في الخشب والمقاسات والحاجات دي، فهو حاليا
ماسك البارت بتاع الانجريفنج بتاع المعدن بتاع الحاجات اللي زي كده، ماسكه بكل حاجة فيه. هو عنده الكمبيوتر بيقعد يعمل البرامج بتاعته عليه، ويطلع كل المقاسات ويطلع الديزاين يرسمه من الاول للاخر، ويبدأ ان هو يشتغل. علمني فيه حاجات واتعلمت معاه حاجات، بعمل شوية في الديزاين معاه، بطلع الحاجة بيعمل لي مثلا الديزاين وانا اخلص الحاجات واعمل التقفيلات واركب الحاجة على بعضيها، فاهمين؟ كل واحد فينا خد بارت كده في الشغل ده عشان يبدأ ان هو يتعلم فيه. بعد ما خدنا كل واحد بارت، بدأنا بقى ان احنا ندخل بقى في الحاجات. انا ادخل في البارت بتاعه، هو يدخل في البارت بتاعي، عشان لو في حد فينا مشغول في حاجة معينة نبقى بنكمل بعضينا، او مثلا هو بيعمل الحاجة اللي انا كنت بعملها علشان يكملها ويخلصها. فالموضوع عايز صبر، عايز ان انتوا تتعلموا، عايز ان انتوا تعملوا سيرش، عايز ان انتوا تشتغلوا على نفسكم. اليوم ما يضيعش كده على الفاضي، كل يوم تتعلموا حاجة جديدة في الشغل اللي انتوا شغالين فيه. الريزن انا بدأت ادخل فيه حاجات كتيرة، زي ميداليات المفاتيح اللي بالاكليريك، حاجات كتيرة، وتبقوا عاملين زي ابديت كده، كل يوم تعملوا ابديتنج للمعلومات اللي في مخكم، للحاجات نفسها، الماتيريالز نفسها، الافكار نفسها. عايزة اقول لكم ان خلاصة كلامي ان الموضوع مش مثلا غمض عينك فتح عينك جبت شوية ماشينز هشتغل واعمل عليهم وخلاص. الموضوع عايز تعب، عايز ان انتوا تدوروا وتعملوا سيرش. الموضوع مش هيتحل لما انت تيجي تكتبي لي كومنت او تكتبي لي مثلا في المسجات المشروع اللي انت شغالة عليه انا عايزة اعرف كل تفاصيله. طب اوكي، قلتلك كل تفاصيله، قلتلك الماشين جايبة ماشين كذا لكذا وماشين كذا لكذا وكذا لكذا، اوكي. بعد ما اشتريتيهم هتعملي ايه؟ المفروض تدوري. انت لو عايزة مثلا اساسيات او مثلا مساعدة بس في اساسيات في الاول، اوكي اقدر اساعدك، اقولك مثلا المجات لها ماشين كذا، ده ليه ماشين كذا، ده ليه ماشين كذا. الحاجة دي سهلة بالنسبة لي ان انا اعملها معاكي. بس انتي لما تيجي تقوليلي عايزة من الالف للياء فكرة المشروع بمصاريفه بدخله بكل دنيته، هجيبها لك ازاي؟ مش هعرف اقولها لك، لان في حاجات الواحد جابها مستعملة في الاول، وبعد ما جبتها مستعملة واشتغلت بيها حاليا بعمل ابديت للماشينز اللي عندي. يعني جبت لسه امبارح مكانتين جداد، كذا كذا حاجة جبتها جديدة. الواحد بيبدأ في الأول صغير، بعد كده بيبدأ يكبر، فأنا ما أقدرش أنصحك تجيبي إيه أو ما تجيبيش إيه، لكن كل اللي أقدر أقوله لكم دلوقتي هو إن انتوا تجتهدوا وربنا هيوفقكم.